السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ قلنا السلام عليكم جاوبوا. كيف حال الرجال؟ كيف حال المشايخ؟ كيف انتم بخير متعافين؟ احنا ما نشتي لكم الا الخير والعافية. صلوا على رسولنا الذي صلى عليه الله ربنا وملائكته أجمعين. انتم مؤمنين صلوا على محمد. هل محمد قصر معنا في شيء عليه الصلاة والسلام؟ هل كانت الرسالة ناقصة حتى ننتظر إلى منتظرين؟ يا منتظرين يا ملتزمين يا علماء ويا متعلمين، هل أنتم منتظرين لبشر يخرج بينكم؟ لما أنتم حمير لما تنتظروا بشر. وهل كانت الدين والرسالة ناقصة حتى ننتظر يا منتظرين؟ ماتوا ما يقارب المليارات وانتم جالسين تمكنون المنتظرة. لما انتم انا ايش ادري انتم حيوانات ولا انتم بشر؟ خلاص ننتظر اذا متكو مثلا انا مت، هي ما خرجش المهدي المنتظرة، ما خرج وانتم جالسين منتظرين. بعد يقول لي ربي لما كان الرسالة ناقصة حتى تنتظر لبشر مثلك. فلنعمل، نتحرك، ننطق بالحق، نتكلم بالذي يرضي ربنا، نبصر باطل نقول للباطل كفاك يا باطل، لأن الله حق ما هو باطلا حتى تكون باطلا في أرضه وتبطل من بديننا الذي قال الله ربنا لنا لجل يرحمنا. ولا كذب خبري. أنا أكلم الناس الشراف، مالي من الناس الذي هم لئام، مالي من الناس الزبالات، قدناهم أمس بما يكفيهم طوال الأزمان. لكن الدياثة لما هي داخل شخص خلاص ما تقدر تنزعي منه، لأنه وليد أحمد المنصوب هذا داخله الدياثة، وابن الإدريسي كذلك. هذا يعني وناس مش تذكرهم أبو حمود وهادي مدري من الحسن مدري الحسين أبو الهادي حسن مدري حسن أبو هادي، أيوة أبو هادي. هذا كلهم لئام ما يضرونا والله العظيم، ما انت تقدر تخمدونا. لكن أنا اليوم أخاطب الناس الذي معهم عقول تمام، مصلين على محمد انتم إلا ما انتم مش مصلين. أنا كيف تقولوا صلى الله عليه وسلم؟ خلاص صلى عليه الله وصلنا الدين، لماذا ننتظر إلى منتظرين؟ متنا، ما الذي قال لنا الله بآخرتنا؟ لماذا انتظرتم إلى بشر مثلكم؟ لماذا لم تتحركوا وتنطقوا بالذي أمركم؟ هل كان الدين ناقصا يا مسلمين حتى تنتظروا إلى منتظرين؟ هل هو ديننا حق ولا باطل؟ قولوا لنا. أسألكم بالذي خلقكم وخلقنا وصوركم وصورنا، وخلي اللسان من الإنسان ينطق به أمام الأنام، ما خلينا حيوانات واللعي الحرام حتى نكون منتظرين إلى ناس يجوا مثلنا. نعمل لما يخرج ما هو خارج إلا إذا خرجكم الذي انتم بداخلكم، يعني بو حاجة داخلكم. يعني أصحاب مأرب من هم؟ رجاجيل أخوتنا. أصحاب صعدة رجاجيل أخوتنا. والله إننا نجسك بصعدة إننا بصرك رجال، واحتبس كانوا ناس من مأرب، أقسم بالله العظيم إن بينهم رجال وشهامة أحسن من الذي هم بمدينتنا بلادنا. تمام، كلهم رجال. يعني لما تبصر مسلم يقتل مسلم، يمني يقتل يمني، لجلمه لجل الحوثي يستولي على مأرب. تمام، استولي على مأرب بعده. يعني الذي ماتوا هذا واقتتلوا مو ذنبهم، والذين اقتتلوا من الحوثة اليمنيين مو ذنبهم. إن أهل العلم إن فئتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بين إخويكم، أخواتكم، أخوانكم، اصلحوا بينهم يا علماء يا مسلمين يا من أنتم متعلمين. يعني مشايخ اليمن علماء اليمن أين هم؟ أين أهل الدين؟ هل قتال أصحاب مأرب حق ولا باطل؟ هل قتال اليمنيين حق ولا باطل؟ لا تقول لي هناك سعودي أمريكي. يا أخي أنت لا تدخلش أرضه، شرع احكم بالذي يدي لك الله هنا. إذا أبو حاجة تستوردوها كان يجي إلا هنا إدوهن سكتة بسكتة. ولا الشماليين عن تفضلوا هناك جمعة عن تخلوا لا داخل جمعة، ما حنش عن الجسة كذا ساكتين. يعني نشتي نصلح بين هؤلاء
نشتي نصلح بين هؤلاء لجل الله يصلح قلوبنا ويصلح من حالنا. هذا أخوة كما بعث بالتلفون لجل ما شفتوش. هذا أخوتنا، الحوث أخوتنا، أصحاب مأرب أخوتنا، عدونا واحد آل سعود. نشرع نحارب العملة من الصرافات، العملة السعودية نشرع نحاربه، هم هي الدماء والعملة داخل عندنا. لا، نشتري العملة أي حاجة نقطعها عننا وعنهم، ما يقربونا ولا نقربهم. عملتنا ما لش قيمة عندهم، عملتنا يكثرون يهدبوا به، وعملتهم غالية 500 ريال يعني تشترى به الذي يكفيك شهرين بيتك. عندنا 500,000 ما تكفيش أسبوع، ما تكفيش أسبوع داخل بيتك. إذا ما يا علماء ويا متعلمين لا تنتظروا إلى بشر مثلكم، دين الله واضح أمامكم وبأيادكم، ائتمنكم الله أحسن مننا. والله ما أنا أهل علم أننا أنطق بالدين وأنطق بالعلم، لكن أنتم الذين أنتم ساكتين وخامدين وخائفين. لماذا كان الحق معكم؟ الحق معكم من هو الذي هو عليكم؟ من ذا الذي يدلكم؟ والله جعل لكم دينوا بأمانة بأعناقكم، والله لا يسألكم الله عن كل نطفة دم سفكومي واستفك بأرضه من أهل يمننا ومن أهل بلادنا وإخوتنا. هم أهلنا، هم إخوتنا، الحوثيين إخوتنا، وأصحاب مأرب إخوتنا، وكل مكان وكل مناطق تسفك بدماء المسلمين هذا إخوتنا. الإيمان يمان قالها الله ربنا لجبريل أن يحدث نبيه لنا، فقالها رسولنا الذي ما نطق عن هواه، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا ويا إخوتي ويا أخواتي، إن رأيتموني أخطأت في كلامي فأرشدوني ودلوني، وإن رأيتموني أصبت في كلامي فحدثوا العلماء أن ينطقوا بما قاله الرحمن قبل فوات الأوان، فقد ذهب الأمر وفات ونحن أسراء الشهوات وحب الدنيا والملذات، وما قدمنا لآخرتنا. قولوا لنا والله العظيم ربنا ما يرحمنا إذا ما كنا نشباننا رحمة نتناصح بينتنا البين، ما يرحمنا ولا هي تنزل رحمته علينا. احنا داخلين بشتاء، المجانين بالشوارع نائمين، ما بش من ينظر إليهم، ما بش من يعين لهم، ما بش من يرحمهم. المجانين يعني ما جنون ولا ما بش حد عين لهم، ما بش حد نظر لهم، ولا لو كان بمن يهتم بهم أقسم بالله إنهم عاقلين ما بينهمش، لأن القلب هو العقل، لأن القلب هو العقل، ما يجننش العقل، القلب هو عقل الإنسان. فهمنا دحين الكلام اللي معه؟ إذن صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وصلينا يا ربنا بالذي وصلته إلينا، أمانة أتمنتنا، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملتنا أمانة ما نحن لأهل أن ننطق بها، وما كنا يا ربنا جهلاء بدينك وبكلامك الذي كلمتنا، نحن جاهلين بالدنيا هذه وعاقلين بالآخر الذي خلنا. لا جنة نعبدك لجلي، ولا نار احنا خوف داخلنا منه، ولا نار احنا داخلنا منه نخافه ولا نخشيه. أنت يا رب أحق من نارك، وأنت أحب إلينا من جناتك. إن كنت راض عنا فلا نبالي بما يقوله اللئام عنا، نحن لا نريد إلا دينك الذي ائتمنكنا. فهلا ظهرت لنا أهل الإيمان وأهل العلم المتعلمين أحسن مننا، ينطقوا لعلك يا ربنا تنزل علينا رحمات فتغنينا برحمة من لم يرحمونا. ما كان الباطل ليخمد الحق، قولوا لنا ما كان الباطل ليخمدنا والليجين. اضحك على الله ربنا. إذا ما والله العظيم الذي نفسي بيده، لو ترشد الحوثيين والمتحوثين والحوثة على دين الله الحق السليم، إنهم ليمشوا معكم ويرتشدوا معكم، لا تقولوا نشتي نقاتلهم، ولا تقولوا نحن دمهم مباح. والله إن دمهم مباح حرام، والذي نفسي بيده إن دمهم حرام. ما اقتتل مسلما فالقاتل والمقتول في النار. اسقلوا ما اقتتل مسلمان، قالها الصادق المصدوق، إلا القاتل والمقتول في النار. لماذا؟ لأنهم مسلمان، كيف يقتتلان بينتهم البين؟ والله جعل لهم الإسلام حجة لهم ولا عليهم. إذا ما إنهم أهل العلم. هل كان كلامي باطل؟ أخاطب الحوائيات لعلها أحسن من الرجال، أبو رجال أحسن من الهملة الذي هم متعلمين. احنا نشتي ننطق بالحق فقط لا غير.
انطقوا بالحق، والله العظيم ما هو حيضيعنا الله ولا يتركنا عنها، والله ما هو حينسينا ولا هو حيتخلي عنا. انطقوا بالحق والذي نفسي بيده، ما هو حيترككم ولا حيذلكم، حيرفعكم ويرقيكم ويزيدكم من عطاء الذي أكرمكم، لأنكم عالم بعلمه لم يعمل فهو معذب مثل أهل الوثن، مثل أكبر من أهل الوثن، لأن أهل الوثن ما درش بديننا، دروا بديننا، حاربونا من خلف ستائر، يتحكموا بنا ولا يتحكموا بحكامنا. لكن انت عالم متعلم، أين علمك الذي تعلمته؟ أول ما تسعر بهم النار قالها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: الشهيد والعالم والتاجر، لماذا يا شهيد قتلت؟ قال لكي تكون كلمتك هي العليا. قال كذبت، الله يكلمه كذا، كذبت، إنما كي يقال عنك شهيد، وهذه بزماننا. والذي الثاني منه العالم، لماذا تعلمت؟ قال يا رب لكي أعلم الناس وأعمل. قال له كذبت، إنما كي يقال عنك عالم، فقد قيل فاسحبومك على وجهك للنار. والثالث التاجر، لماذا أنفقت أموالك ولماذا أعطيت؟ قال يا رب كرما أكرمتهم بالذي أكرمتني. قال كذبت، إنما كي يقال عنك كريم، فقد قيل. هذو الثلاثة أول ما تسعر بهم النار فتصلوا على سيد السادة قائد القادة محمد حبيبي وحبيب الله قبل ما يكون حبيبي صلى الله عليه وسلم. راجعوا أنفسكم وحاسبوا أنفسكم، فما كان الله ليخلقنا وينسانا، ما نسينا في شمس وضحاء وفي نهار وفي ظهر وفي عصر، أفينسانا وهو الذي ما قطع شمسه عنا في يوم من أيامنا، وهذه آيات لكم. أفينسانا وما جعل الليل إلا راحة لنا ولأبداننا لكي ننام ونستريح من عمل اشتغلنا به من صباحك إلى ليلنا. إذن اللهم إني بلغتهم فهلا أرشدتهم، لا ينتظرون إلى بشر مثلهم، نحن بشر مثل الذي انتم تنتظرون وننتظر متى الله يرحمنا ويأخذنا له. أنا منتظر متى يأخذني له اللي ارتاح منكم، لأن أنتم قرحتم بقلبي، رجعتم قلبي، ورجعتم راسي، ورجعتم روحي، ورجعتم دمي. يعني ديني حق وأنا لبصر الناس كذابين، نوعد ونخلف ونتكلم وما احناش بعد كلامنا، ونفعل أعمال والله ما يرضي به ذا الجلال والإكرام، وندعي إن احنا مسلمين. ديننا تحت الأقدام، يعني أكثر العرابيد والناس بالشوارع ضايعين، والملتزمين جالسين يعبدوا الله وحدهم. الله لو بينكم رحمة لا تخرجوا تنتعوهم، يلا جيوا صباح. الحمد لله. تحببوهم بالدين، تحببوهم بالدين. قال الله لا إكراه في الدين، يعني لا تزيدوا حاجة بالدين. فما يكذبك بعد بالدين، ما وش حاجة ناقص بالدين. لماذا لا تنطقون؟ لماذا لا تتكلمون؟ ننتظر إلى بشر حتى يخرجه الله لنا. مسكوا بالهدرة هذه، ما بعدكمش من راسكم. والله ما أنا منتظر إلا الموت، الله يعجل بزوالي ويدي لي هذه المسألة الذي سؤالي ويخلي لي حالي. مشى الجيش جنبكم يا هملا، يا من انتم مثل الزبالة. صلحوا بين أخويكم. الحتى يجي يحاسبني، الشرف ما مشي يحاسبوني، الذي يشرف ما يحاسبني. خلص الذي مضى مضى، والذي انقضى انقضى. الذي اقتتلوا لهم نيتهم، وهم عند الله ما لي دخل منهم، هم بالنار ولا بالجنة هذه على الله. لكن احنا مستكفين مكفين لدحين. عدونا واحد آل سعود. هل كان هنالك فيكم رجال حتى نذهب ونخرج العلماء؟ خالد الراشد مش حرام عليكم يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم؟ دافع على الرسول ومحبوس لدحين وانتم ساكتين. نبيكم يهان، دافع على رسولنا صلى الله عليه الله وسلم عليه بكل وقت وحين، وصلى عليك يا خالد الراشد وسلم تسليما كثيرا. أقسم عليك يا عظيم بكل العظمة الذي بك وبكل عزتك أن تخرجهم من سجونهم، من سجون الظلمة الظالمين والذي هم في يمنا من علماء متعلمين وعالمين، انك تخرجهم يا ربنا بهذا الزمان وتقيم دينك كما اقمته في ذاك الزمن الذي كان بعهد محمد واصحابه عليهم صلواتك وسلامك بكل وقت وحين. ولا ارحنا من دنياك فلا حاجة لنا بدنياك يا من تسمعنا. ما كنت خلقت لنا سمع ولا تسمعنا، ما كنت منطقنا ونحن لا علم لنا، لماذا اوجدتنا الا لديننا؟ إذا تهيئوا لدينكم وهبوا هبة رجل واحد، نشتي العلماء يخرجوا من سجون الظلمة الظالمين آل سعود، عيال
المديثين بدياثة الدياثة الذي هي بشيطانهم الرجيم المتلبس بهم أصبحوا لا غيرة فيهم. خالد الراشد يعني حرام عليكم حرام، يعني ما قادروا تهدر من السبه الذي يتكلموا من سبه من الإعلاميين سنة وخلاص ونسوموا خالد الراشد ونسوموا. هذه قضايانا، هذه قضيتنا، هذه قضية، هذه شرفنا، هذه احنا أهله، احنا أهله يا أهل اليمن، احنا أهل إيمان نخرج أهل العلم والمتعلمين من سجونهم. والله العظيم لو ما يخرجهم بن سلمان لا ندخل له هكذا وإحنا ندحين. ما هوش جريب أهل اليمن كيف إحنا مجانين. فأنا أوعيكم وأكلمكم وأنصحكم مننا، ديننا هو أبقي لنا، هو الذي يدافع علينا بمحشرنا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي نعيم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم عليهم؟ محمد وأصحابه الذي وصلوا لنا ديننا وآل بيته وذريته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم دين الله الذي يقيمه هنا قبل آخرته. لأن ديننا حق، ما كان الليل هذا إلا بعده فجر، وبعده فجر وين؟ صبح وشمس وضحى، لأن الحق جاي ولو طال الليل ولو كان الظلام كثير. إذا نرجع إلى الله يا إخواتنا ويا أخواتنا ويا أحبابنا ويا أحباب قلوبنا ويا من أنتم متفتلين بالمفتال الذي داخلكم. لا تشغلوني ولا توجعوني ولا تسبوني ولا تكلموا علي، لأن عرضي مش مباح. إذا عرضكم مباح فالدياثة بكم، لكن أنا أقول لكم مننا بنسوانكم جميعا تمام اللماء الذي أتكلم اللي عيسي، لأن الله قال لي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعمر بن الخطاب عليه صلاة الله وسلامه قال لا نعطي الدنيا